الآن حيث تمكنت مصالح وشرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية من توقيف شاب مختص في القرصنة. الشاب كان وراء عمليتي اختراق وقرصنة موقع وكالة الأنباء الجزائرية منذ يومين، حيث وسعت مصالح شرطة مكافحة الإجرام الإلكتروني نطاق اختصاصها إلى البويرة، وألقت القبض على الشاب المدعو ميم عبد العزيز والبالغ من العمر 18 سنة، والذي اعترف بجريمة قرصنة متكررة لموقع وكالة الأنباء الجزائرية. مصالح مكافحة الإجرام الإلكتروني للشرطة حددت هوية القرصان في أقل من ساعة من البحث، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب هو طالب متربص في الإعلام الآلي، وعثر لديه على برامج قرصنة وأدلة ثابتة للقرصان، واعترف أيضا أن أفعاله تحركها دواعي الشهرة والرغبة في الظهور من جهته. وكيل الجمهورية لدى محكمة بير مراد رايس سيحدد مصير هذا القرصان بعد ساعات.